بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان حەمد و ثەنا و سوپاس و ستایشی بێپایان بەخوای پەروەردگاری جیهان درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری ئازیز صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێن کەوتوانیان تا کۆتا زەمان. برایانی ئازیز و خۆشەویستم، لە پرۆگرامی زاد بابەتی فەرموودە و حەدیثی پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله عليه وسلم قۆناغی دوو گەیشتینەتە لاپەڕی 16 الحديث الثاني. فرموا مسسوران دەست پێ بکە. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنس كري مالك وخوالي الرازي بيت أفرمي سي كس ياكو مالا كسيك كبريتي بون لسي كس هاتنا مالكاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم برسيانا لا خانوادي في غمري خواكر صلى الله عليه وسلم درباري عبادته پرستش و بندایتی کردنی رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاك بويان باس کرد في غمري خوا عبادتي وايا يعني عبادتي مالوي طبعا دروي دياره بس اوان برسالي ناو مالوي کرد او كاتي كفي غمري خوا لمالوي كأمان في نازانن وكو چون بلي بكميان زاني. جاء يكي كان وكو وضعك هنكا وتی بابا ئێمە لەکوێ پێغەمبەر لەکوێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ یەکەمەکە خوا لە گوناحی پاش و پێشی خۆش بووە. یەکێکیان وتی دەی من وعدە دەم کە بەردەوام شەوان شەونێژی بکەم، یعنی مەبەستی ئەوەیە کە هەر لە ئێوار هەر لە ئەو کاتێک کە کاتی شەونێژیە حتا وەکو کۆتایی شەو من شەونێژی بکەم هەموو شەوێ. ئەوی تریشان وتی دەی من وعدە دەم بەردەوام بە ڕۆژوو بم هەموو ساڵەکە و هەرگیز یعنی ڕۆژێک نایە بەسەرا کە من ڕۆژووی تیا نەگرم. ئەوی تریشیان وتی من وعدە دەم ئیتر دوورەگرم لە ئافرەتان و ژن نایەنم. جا کە رسول الله صلى الله عليه وسلم گەڕایەوە طبعا ڕیوایەتی تریشمان هەیە و قسەی تریشمان هەیە و لەسەر ئەمە یعنی جگە لەمە بەڵام ئەمە تقریبا ملخصی ڕیوایەتەکانە کە لە بوخاری مسلمە هەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتی هاتەوە طبعا مەوزوعەکان بۆ گێڕایەوە زۆر بێتاقەت بوو چووە سەر مینبەر و طبعا کاتی جمعیش نەبوو بەڵام چووە سەر مینبەر و پیانی وت ئەوە ئێوە بوون واتانەوت وتیان بەڵێ. فەرمووی دەی بزانن کەوا من لە ئێوە زیاتر لە خوا ئەترسم و لە ئێوەش زیاتر خۆم ئەپارێزم لە نافەرمانەکانی خوای پەروەردگار، بەڵام ڕۆژوو شەگرم یعنی سونەت مەبەست لێرە سونەتە و جارجاریش نایگرم و شەونێژی شەکەم و جارجاریش نایکەم ئەخەوم و ژنیش ئەهێنم. جا هەر کەسێ لە سونەتی من لادا لە ڕێبازی من لادا ئەوە لە من نییە. بەڵێ. راوي الحديث أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة عام 93 للهجرة. أنس كري مالكي كري نظري أنصارية عمري دس ألبو في غمري خواص الله وسلم هاتا مدينة كوتشي كرت بو مدينة إتر لو دسالي دایکی ناردی خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و خزمایەتیان هەبوو لە ڕێگای شیری و لەگەڵ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. لە خزمەتی پێغەمبەر بوو حتا پێغەمبەری خوا وەفاتی کرد.
پاشان دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە مودەیەک کۆچی کرد ڕۆیشت بۆ دیمەشق و لەوێیشەوە هات بۆ بەسرە هەر لە بەسرەش وەفاتی کرد و آخر سەحابەی پێغەمبەریش بوو صلی الله عليه وسلم کە لە بەسرا وەفاتی کرد. يعني صحابة هي اللي 98 وفاتي كده بلام أم لناو أهلي بصرة ويك مالي لبصرة بو أم آخر صحابة بو صالي 93 وفاتي كده. شرح المفردات بلى برقكاني أم هنا وشكاني هندي وشهي بيوسي برون كردنا وهي الرهط أو الرهط أي الجماعة من 3 أو 7 إلى 10. رهط يعني كومالك لسيا زياترة لسيا ودس بيكا حتى ده لسيا وتاده بيوتري الرهط تقالوها أي اعتبروها قليلة بكم ينزاني ذنبه أي ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور يثبتون وقوع الأنبياء عليهم السلام في الصغائر، لا ولكن الله لا يقرهم عليها ولا يؤخرون التوبة منها كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليلة كألين في غمر خوالة قناحي باشو بيشي خوش بوا جمهور علماء دياران بابتا قصي زور تياكراوة بەڵام جمهور علەما لەسەر ئەوەن کە پێغەمبەران گوناحەکەن گوناحی بچووک بەڵام خوای تەعالا نایەڵێ لەسەری بەردەوام بن یەکسەر تەوبەکەن وەکو شێخ الإسلام ابن تەیمیە ئەم ڕائیەی هەڵبژاردەوە. أبدا أي دائما وقوع دون انقطاع. بەڵێ ئەبەدەن يعني بەردەوام بەبێ دابڕان. الدهر أي أواصل الصيام يوما بعد يوم. بەڵێ ئەوە لەوێ کەوتی ئەسوم الدهر يعني مەبەستیەوە بوو کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ من هەر بە ڕۆژوو ئەبم. أرقد أي أنام. بەڵێ يعني ئەخەوم. رغب عن سنتي أي مال عن طريقتي وأعرض عنها. كاتي فرمي الله سنتي من لا داوى يعني بس لو رجعي كبيغمري خوا بو داناوى لو رجع لا داوى وبشتي شيري هالكردو. فليس مني أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أو عن عدم اعتقاد بها، وإن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقة السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنت. بلى كاتي ألين لمنية طبعا ما لمنية قصي لسركراوة آية يعني تشي لمنية مسلمان نية يا شونا ألين مسلمان نية أجر قيني لسنة كيف يغمر به صلى الله عليه وسلم بويا لسري نبوة وكو قيني لي بوه أو طبعا مسلمان نية يان باوري بيي نبوه وكو مالين كسيك أجر بونو منا جناحك كا أجر أو جناحا باوري وابي جناح نية وبي كافر به بس أجر تنها جناح بكا وكو شهوت وارزوي زالبي بلان باوري وايا جناح أو مسألة كتير وتنها كبعيرك بي كافر نابي جاء ليلشا ليس مني في غمري صلى الله عليه وسلم كاتي فرمي ليس مني لمنية يعني ما بس يويك كمسلمان نية أجر باوري بي نبي ينقيني ليبي بلام أجر أو نبو يعني لبر شهوت يعني لبر فكريك شتيكي بدروز بوبو أو بتأكيد للرجاء راستكي في غمر لا يداوى أو الرجاء آسانة أو الرجاء خوشة كخوي تعالى مروفي لقل طبيعتي مروفي أقول جاندويتي كانت تنديكي زياد لحدا ونش ليكي زياد لحدا بلكو الطريقي وسطة. الشرح الإجمالي للحديث. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يقتصد في الطاعة بأن يكون وسطا بين الغلو والتفريط، لأن هذا هو المطلوب منه في جميع أحواله. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا الطاعة ينبغي أن يقتصد فيها، والاقتصاد في العبادة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرهط خروجهم عن الشرع بهذه الأعمال التي ذكروها، وبين لهم أن خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في العبادات، ومن رغب عن هديه وسنته فليس منه عليه الصلاة والسلام. بلى لم حديثة طبعا خوش يسكانم أو ما نبرو نكاتو في غمر صلى الله عليه وسلم كإنسان بيويسا لطاعته عبادته اقتصاد بك يعني وسط بك
اقتصاد ئەوەیە کە مام ناوەند بێ حتا بیسە لە بواری اقتصادیە ئێمە ئەڵێن ئینسان اقتصادی بکە قەت فەقیر ناکەوێ یعنی نە زۆر ئیسراف بکە نەش ڕەزیل بێ لە وەسەتا بێ کەوابوو اقتصاد چییە؟ ئەوەیە وەسەط بێ لە بینی زیادە ڕەوی و لە بینی شل ڕەویە لە بینی غولو و ئیفراتە چونکە ئەمەیە کە خوای تەعالا داوای لە ئینسانی مسلمان کردووە لە هەموو حاڵ و بارەکانیە ئەخر زۆر گرنگە ئەمە لە هەموو حاڵ و بارەکانتە دین داوای ئەوەی لێت کردووە تۆ وەسەط بی بۆ نمونەیەک لەسەر ئەوە خوای گەورە لە سورەتی الفورقان ئاياتی 67 ئەفەرمێ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ئەوانەی کاتێک خەرجی ئەکەن يعني پارە خەرجەکەن بۆ ماڵ و مناڵیان ناڕۆن ئیسراف بکەن و ناشڕۆن دەست بگرنەوە زیاوی لە حەد خۆیان بخنکێنن يعني وەکو بڵێ خۆیان بکوژن لە ڕەزیلیە بەڵکو لەو بینە ئاوەستن ئەو زۆر مهمە طبعا ئەمە ئاەتە يعني بالضبط بۆ خەرجی ماڵە ئەمە بۆ يعني ئینفاق لێرە مەبەستی ئینفاق لەسەر ماڵ و مناڵی خۆت لەسەر خەڵک لەسەر هەر کەسێک کە تۆ لەسەر تەنی ئینفاقی لەسەرکی هەروەها ئەتوانرێ بەکاریش بێنرێ بۆ سەدەقەکردن بۆ زەکات يعني بۆ سەدەقەکردن تۆ کاتێک مثلا خوای گەورە بۆ نمونە داهاتێکی پێدای مانگانە بۆ نمونە 500,000 ناکرێت تۆ ئەم 500,000 هەر هەمووی ببەخشی تۆ خۆت پێویستت بۆ نمونە بە 400,000 هەیە بۆ ئەوی مانگانە بژێی يعني پێویستیەکانی خۆت مەسروفاتی خۆت 400,000 دەی ئەکرێت تو تا 100,000 لێ ببەخشی بەس لەوە زیاتر ببەخشی زوڵمت لە خۆت کردو زوڵمت لە مناڵەکانت کردو يعني زوڵمە بەڕاستی زیادە ڕەویە جاوە زۆر مهمە هەروەها ئەڵێ لە هەموو تاعاتەکانی تریشە ئەسڵ وایە ئینسان اقتصاد بکە طبعا ئەم قسە لای هەندێک کەس ناخواتەوە لای هەندێک کەس ئەلیفبای ئیسلام فێر بوو ئەم قسانەی بۆ بکەی تەقبولی ناکە یان کەسانێک کە هەر خۆیان لەسەر توندڕەوی پەروەردە بوون ئەم قسانیان لا بکەی يعني هەڵە دەنا ئەم قسانە خوا پەنامامدا یا خەڵکانێک کەوا دەسن یانەوێ ئیسلام ناشرینکەن حەز ناکەن هەرگیز تۆم قسانە بکەی چونکە ئەوان پێیان خۆشە خەڵک دوو نەوع بێ خەڵکێک توندڕە و زۆر زیاد توندڕە و کە ئیسلام لە بەرخ چاو خەڵ ناشرینکە یا ئەوەنە شلڕە بێ کە ئیتر دەستی لە هەمووش لێبەردا بێ و هەر خەریکی گۆرانی و مۆسیقا و شەهوات و عرق خواردن و شتانە بێ يعني مەلەذاتی دنیا نانەوێ مسلمانێک لەسەر خەتە وەسەتەکە بێ هەم دینیشی گرت بێت بە جوانی و هەم دنیایشی گرت بێ بە حەڵاڵی بە جوانی نانەوێ بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ باشترین کردەوە لە لای خوای پەروەردگار خۆشەویستترین کردەوە لای خوای پەروەردگار ئەوەیە بەردەوام بی لەسەری حتا با کەمیش بێ بەس بەردەوام بە لەسەری آخر زۆر زەحمەتە تۆ شەوێک هەڵەسیە تا بەیانی 100 ڕکات نوێژەکەی ئیتر وازە شەو نوێژیە تێری هەتا ساڵێ ئەمە چییە بۆ ئەوەوە توندی لەوێ شەو هەتا بەیانی خۆتە کوژی ئەوەنە نوێژەکەی بۆ لە لاش وازی لێ تێری بەهاتات کاکە گشت شەوێ 3 ڕکات نوێژ بکە و نوێژی بکە بەڵام وازی لێ مێرە بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئینکاری لەو جۆرە کەسانە کرد ئەوانەی کە بەڕاستی لایەنداوە لەو شەرعی کە خوای تەعالا بە پێغەمبەران ناردوێتی بۆ ئێمە جا هەر کەسێک ئەیەوێ بەختەوەر بێ با لە ڕێبازی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لا نەدا و باشترین کەسێ کە ئیسلامی تطبیق کردووە لە خۆیان پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة بۆ کێ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إبراهيم الموتى أنا قلت بس دا أميدت أوبي خواد لي رازي بي غمر بك بقدوة أميدت أوبي لقيامتها الروس بي غمر بك بقدوة حز أكي دائما ذكري خواب كي في غمر بك بقدوة يعني في غمر خواه صلى الله عليه وسلم أقل لسر بازي أو بشي بردوام أبي حتى قيامت ليلا نادي بلام أقر زۆر توندڕەوبی یان زۆر شڕەوبی لا ئەدەی لە ڕێگاک حەساردی شەویتەوە حەسار دەبیتەوە توندڕەوەکان براکەم ناگەنە کۆتایی ئیلا لە یەک حاڵاگەنە کۆتایی لە یەک حاڵەتاگەنە کۆتایی ئەگەر بۆ دنیا بیکەن ینی بێتە پیشیان ینی بێتە پیشیان بۆ بەدەستێنانی مەنسەب و پلەپایە بۆ ینی خۆ هەڵان لەناو خەڵکە تا خەڵک بۆ ڕیا لەبەر چاو خەڵکە هەر بەردەوام ئەبن لەسەری بەڵام ئەگەر بتەوێت
تۆکو مسلمانێکی ئاسایی بژی بە توندڕەوی ناتوانانی بژی، ناتوانی. بەڵێ جا هەر کەسێ لەو ڕێبازش لا دەکە باسمان کرد وەسەتەکە بە تەکید براینە لە ڕێبازی پێغەمبەر لایداوە. سنەتی پێغەمبەر وان نەبووە. سنەتی پێغەمبەر ئەوەیە وەسەط بی. والله بەڕێزان لە قسەمانە ئەبێ وەسەط بین، لە کردەوەمانە ئەبێ وەسەط بین، لە ئەخلاقمانە ئەبێ وەسەط بین، لە پەروەردەی مناڵەکانمانە ئەبێ وەسەط بین، لە معاملە لەگەڵ خەڵکە ئەبێ وەسەط بین. یعنی لە هەموو کاروبارێکی ژیانمانە تۆ وەسەط، حتا لە پێکەنینشمانە ئەبێ وەسەط بین. یعنی نە زۆر پێ بکەنە، نەحر درژ بە و گرژ بە و عین بە هەموو شتێ وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم باشترین قودوە بۆ لەو وارە. بەڵێ سوودەکانی ئەم حەدیثە. فوائد الحديث: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة بل في جميع أموره، لأنه إن قصر فاته خير كثير، وإن شدد فإنه سوف يكل ويعجز ويتراجع عن العمل. یەکێ لە فایدەکانی ئەم حەدیثە ئەوەیە پێویستە ئینسان مقتصد بێ لە عیبادەتیە، بەڵکو لە هەموو کاروبارەکانیە، بل في جميع أموره. چونکە ئەگەر شلبی خێرێ زۆرت لە دەست دەرەچێ، یعنی ئەوانەی واش لە نعان نوێژەکانیان حاڵ نوێژەکانیان ئەکەن فەرزەکان و ئێستا خێرێ زۆر زۆریان دەست دەرەچێت لە سونەت لەوانە. هەنێ کەسێ بەس ڕەمەزان ڕۆژوو ئەگرێ بەخوا برا منارەوەم پێکرێوەمانە، خێرێ زۆر زۆری لە دەست دەرەچێ. ئەی ئەگەر توندڕەو بی، ئەی توندڕەویش بی براکەم ناتوانی تەحمل ناکەی، بەرگە ناگری، خۆت ئەکوژی، عەزیەتی خۆت ئەدەی زیاد لە حەد. خوایش داوای نەکردووە زۆربەی ئەوانەی توندڕەو بن زیاد لە حەد هەڵەگەڕێنەوە بەعەکسەوە. یعنی وا ئەزان ئەمە ئیسلامە، جا کێشەکەوەی ئەوان واش ئەزان ئەمە ئیسلامە، کاتێک کە خۆیانی لاکەون و مادۆ بن لێی هەڵەگەڕێنەوە، نایەنەوە بۆ وەسەط. ئەوە مشکلەیەکی زۆر گەورەیە، لەبەر ئەوەی وەسەط بە دین نازانن، نازان دینی ئیسلام خۆی دینی وەسەطە. بەڵێ. ثانيا الرد على من منع استعمال المباحات والحلال من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة، وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والأولى التوسط وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات، فإنه يؤدي إلى الترفه والبطر، كما أن من منع تناول ذلك أحيانا قد يفضي به إلى التنطع، وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة. ئەم حەدیثە وەڵامە بۆ کێ؟ بۆ ئەوانەی کە منعی خۆیانیان کردووە لە مباحات، لە حەڵاڵەکان، لە خواردنی خۆش، لە جلوبەرگی جوان، لە جلوبەرگی نەرم. يعني هەنێ کەسەیە بە ناوی ئەهلی تەسەووفەوە ئەڕوا وازە خواردن دێنێ، ئەڕاتە ئەشکەوتێکەوە بۆ چل دەنکە خورمایەوە چل مێوژ على ئەساس مەسەمە خەلواکە، ئەڕوا مەسەن جلوبەرگەکانیان مەسەن خەشن جلوبەرگی زبر لەبەرەکەن، یعنی ئەڕوا لە بازار کەلپە لەداتە دوورین بە پینە پینەیدا لە دوورین، ئێمە بە تو هەر کەلپەکەدا دوورینەوە پینە پینە بۆی دەی دوورین. ئاخرەکەی پێغەمبەر وای کردووە. يعني ئێستا بڕێکەن بە تایبەتی لە مەغریب و ئەمانن، يعني هەر زۆر زۆر عەجیبن، ئەیان بینیت عەجایبت تێ، يعني بۆ وا بە خۆتانەکەن. ئەمجا خۆیان ئەپارێزن لە خواردنی هەموو شتێکی بە لەزەت. يعني ئەمەش خوای گەورە لەبارەیانەوە فەرمێ لە سورەتی ئالی عیمران ئەعراف، لە سورەتی ئەعراف ئاەتی 32 خوای تەعالی فەرمێ: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. پیان وڵێ کێ هەیە ئەوەی حرام کردووە کە خوای تەعالی بۆتانی دابەزاندووە لە زینەتی ئەم ژیانە، لە جوانیەکانی ئەم ژیانە خوای گەورە بۆتانی دابەزاندووە یا بۆتانی دەرهێناوە، یان لەو ڕزق و ڕۆزیە حەڵاڵە، یعنی کێ وتێت ئێمە حرامە؟ يعني خوای تەعالی پرسیارەکە ئەڵێ کێ وتێتی حرامە؟ بە من و تومە لە خۆتانە بۆ حرامەکەن، لە خۆتان بۆ حرامەکەن لە کاتێکە کە خۆی حەڵاڵە. جا لەیرە ئەفەرمێ باشتر وایە دایمەن ئینسان لە وەسەط لا نەدا، نەک بڕاتیش لە خواردنی حەڵاڵە ئیسراف بکە، یعنی هەموو ژیانی لەسەر عەفوەن، نەک باشتر وایە ئینسان خەتە وەسەتەکە بگرێت، نەک لە خواردنی شتە خۆشەکانە و جلوبەرگە جوانەکانە ئیسراف بکە. جاری وایە ئەوەندە کابرا ئیتر وای پێ هاتووە ناتوانێت شتی تر بخوا ئیلا گۆشت و ئیلا حتا مریشکیش ناخوا. هەندێک برادرمانەیەکان مریشکە تۆپی و چی ئەڵێ
مریش کە مردارەوە بووە مریش کە نازانم چییە مەبەستی مریش کە مردارە بووەوە نییە کە جامەدی دێ حتا ئەوەیشی کە سەرێ بڕن ئەوەی کە مەسلحە و مریشکە گەنی و تۆپیوانە نایەبە ئەڵێ قاز نەبێت مەسەرەن قەل نەبێ ئیتر زیادە ڕێویەکە لەو بوارە گەیشتۆتە حەدێ یعنی تر ناتوانێ وەکو خەڵکی ئاسایی بژێ ناک خۆت ڕابێنە لەسەر شتی ئاسایی لەسەر شتی وەسەط ئەگەر ئەوەش خوا دای فەنیعمە ئەگەر ئەوەش خوا دای فەنیعمە کەوا بوو وەسەتەکە زۆر مهمە نەز بەم لا زیادە ڕێوی بکەی نەبە و لا زیادە ڕێوی بکەی ئەگەر خوا دای بۆچی یعنی ڕوو نایخۆی بۆچی نایکەیتە بەر ئەگەریش هەر تەنها ئەم لا بگریت و خۆت و ماڵ و مناڵت ڕانێنی لەسەر ئەمەکەیتر بەڕاستی خەتەرە بۆیە وەسەتەکە زۆر زۆر جوانە هەتا لە خواردنیشە هەتا لە جلوبەرگیشە. بەڵێ. ثالثا أن النقص في أمور الدين والعبادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، وكذلك الزيادة أيضا مذمومة. فهؤلاء النفر لما أرادوا أن يزيدوا في أمور العبادة بما لم يفعله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وإذا نهي من أراد الزيادة في عبادة لها أصل في الشرع والدين، فكيف الحال بأناس ابتدعوا في دين الله ما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، كابتداع أوراد وصلوات واحتفالات ليست من هدي النبوة في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. سيم خال برزان نقصان كردن لدينا يعني الدين نقصي تيبخي هروها لعبادتي شا لهدي في غمر إخواني صلى الله عليه وسلم هروها زيادة خصنا السريشي بدعه يعني كم كردنوي لا دانا للربازي في غمر إخواني زيادة خصنا السريشي بدعه حل أدانا جاء كوم الله خلق كيويستيان زيادة بخن لسر أوش عبادتاني كأصلي هي لشرعي سشون يجي أصلي هي يعني أصلي هي الرجوع سند أصلي هي أصلي هي خو أمانة عبادة أصلي شيء لشرع بلام كأوان ويستيان زياتر لويكا خوا داواي كردوا يا زياتر لويكا خوا بيغمركي بيناردوا يا كوسطك يا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أقدار يعني كردوا كما بدعيكي زور خطر ويابن هروها لوشي نقصانش بيني لويك كخوا داواي كردوبون من الجنهنان يعني طبيعات يعني طبيعي مروبة بتعيبتي جنيك حر يعني وكم لي أقل شت كخوا يقربوا إنسان داينابي أقل شت أويك تو أبي جنيك كتابي وأبي به يعني كاتي أمان ويستيان واز لو أقلش بيرن يعني كم تري كنوا حم جاري كتر في غمري خاص الله عليه وسلم أقدار يعني كردوك أول أدانا للسنة كي في غمري خاص الله عليه وسلم بويا لو حديث في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليرة ملاحظة بكن أما أنا أصلي شيء هي لديناك أخوي قورا أفرمي بودني زياب خيط سري أقاشتي أقر أصلي نبي على خطب رشتك دروس كي كأصلي نبي وابزاني أما دين داريتي توي كي بودني بويا بزور زور آقا داربين باه. ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، وهي أن مدار الأمر ليس على كثرة العبادة والتشدد فيها، ولكن مدار الأمر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون تفريط أو مغالاة أو زيادة أو نقصان. فالسنة النبوية الشريفة أصلها التوازن والتوسط والاعتدال، وأن عدم التقييد والالتزام بها يؤدي إلى الضلال والابتداع. طبعا مش فائديكي زور قرنقة أبي قشتمان بيزانين أويك مسألة دين داريتي أو النية كتو زور عبادة بكيتو تدرويت يا بكي دوباره يكم مسألة خواناسي وعبادة أو النية تو زيادة الربي بكي لا عبادتها وتندرويت يا بكي وزور بكي زيادة لحد بونية بلكو دين داريتي أو يتوش اتباعي في غمر بكي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة زور قرنقة إيه ولا همو مجلسك باسيكا لحمو كاتيكا ولا همو شونيكا بوتري بتعيبت بو ام ظروفه بتعيبت كوملا گنجك هي جاري وهي سلانه تكچه كابلا دتنا اسلام و ازانيه ايتر ابي ام غلوبك اگر زياده روينك وهسك ديندار نيه بس نا ديندارتي ويا شوني سنه كان في غمر كي ببي زياده الروي ببيش الرويش ببي زياده ببي كم كردن ببي زياده كردن ببي كم كردن كوابو
أصل لسنتي في غمرة أويا إنسان هاوسنگ به أم كلمة زور زور قرنجة أصل لسنتي في غمرة يعني للربازي في غمرة أويا إنسان هاوسنگ به ما مناوند به ولا ندى أما الزور قرنجة أما يعني زور زور قرنجة تو ميان الروي هاوسنگي وما مناوندي زور زور قرنجة هر کاتێ لە سنەتی پێغەمبەرلاتدا ئەوە بزانات و ئەم شتانەتیان نامێنێ گومڕاوی وآخر شتيش آخر فائدة الغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. سبحان الله والله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال النووي: وهم المتشددون في غير موضع التشديد. بله زيادة الروي كدن لدينا في غمري خاص الله سبحانه فرمي آمان زيادة الروي لدينا مكان چونك اواني بيشي ايوا تيا چون بهوي اوي زيادة الرويان كرد لدينا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وعبد الله كوري مسعود اجرته له في غمري خاص الله سبحانه فرمي في غمري خاص الله سبحانه فرمي هلك المتنطعون سيجار لسريك متنطعون كي امام النووي افرمي اوانك تدرون لشوينك كدين داواي وسطي كردو امان رون زياد الرويت ياكن تياج او برقيش ما موسى السورة التمسك بالسنة. التمسك بالسنة. السنة النبوية هي سفينة النجاة وبر الأمان. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنتي في غمري خاص الله وسلم كشتي رزقاربونه لنا الدرياي قمراي يعني براسي أدقينيتا بري أمان أدقينيتا كناري أمانو آرامي. إمامي الزهري فرمويتي أواني فيش إما همويان وتويان علماء كان هر كسي دست بالسنة وبقري رزقاري بي هر كسي فش للسنة بكا تعاجه. إمامي مالك فرمويتي سنات سفينة كي نوحة هر كسي سواري ببي رزقاري بي هر كسي سواري نبي قرب سري. الرحمن بيبكى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.